السلام عليكم. اليوم حندير لكم قلوب بجوز الهند والفول السوداني. عجينة رائعة بسيطة جدا، مقادير اقتصادية. متأكدة اللي رايح يعجبكم. تابعوا الفيديو للأخير. 250 جرام مارغرين ذايبة وباردة، كاس زيت مع كاس غير ربع سكر عادي، وخلطيهم مع بعضهم مليح مليح. خلطيهم حتى تحسي السكر ذاب. تقدري ديريها بالميكسر ولا بالباتر ومن بعد تولي تكملي بيدك. نزيدو نص كاس نواه كوكو، نص كاس كاكاو محمص ومرحي، ملعقه صغيره فانيليا. خلطيهم شويه ثم نزيدو الفرينه بالتدريج مع باكي خميره كيميائيه اللي هو 10 غرام، اي ملعقه كبيره، يكونوا مغربلين. نزيدوا لها الفرينه حتى تولي عجينه طريه، ما تيبسيهاش بزاف. كما نعرفوا الزيت يشرب الفرينه، خليها شوي طريه، من بعد حطيها على جنب 10 دقائق تلقاها شربت ونوليو نخدموها. حلي العجينه تاعك على سطح من المستحسن ما ترشيهش بالفرينه، واذا خفتي تلصق لك العجينه رشي رشه خفيفه. من بعد حليها حوالي نصف سنتيمتر وشكلها قلوب بهذا الشكل. ديريهم في فرن 180 درجة ساخن من قبل، وخليهم حتى ينشفوا يكسبوا اللون الذهبي. بعد ما يطيبوا حبات القاطو تاوعك ويديو هذا التحميره من تحت ومن الفوق، خليه يتحمر شويه باه تجي العجينه تاعو بنينه. خليه حتى يبرد تماما، خاطرش هذه العجينه بالذات تجي هشه شويه. من بعد نديرو حبه فوق حبه بواسطه المربى. بعد ما ديري حبه فوق حبه بواسطه المربى، واللي ادهني له الوجه تاعو بالمربى ايضا، وديري النصف ديروا نواه كوكو اللي هو جوز الهند، والنصف الاخر ديروا كاوكاو اي فول سوداني. يجي بنين بزاف، يجي فيه هشاشه رائعه، مستحيل تندمي عليه. شاهيه طيبه.